خروجة ولاد رزق، وأحلى فسحة كده في الشمس وفي الخضرة وفي الجنينة، ودلعوا نفسهم. وهدايا الحاجة سعدية الفيك. أيوة زي ما بقولكوا كده هوت الفيك، وبيضحكوا على المتابعين. طبعا هنتكلم في حاجات كتيرة في الفيديو بتاعنا ده النهاردة، بس الأول عايزة أسلم على أحلى متابعين عندي في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا أحلى متابعين وأحلى أخوات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. لو مش مشتركة يا قمر اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بنزله. وما تنسيش طبعا تحطي اللايك الجميلة بتاعتك وتصلي على النبي في الكومنتات. حطي اللايك ويلا بينا على أول فيديو معانا. الخروجة الجميلة ديت. بس اول حاجة نقوله لمحمد الف سلامة عليك، علشان خاطر رجله وعلشان خاطر صوته، يعني ديت عين وصابته. الف سلامة عليه، شفاه الله وعافاه يا رب، ان شاء الله يقوم كده سليم معافى. صوته بقى منبوح خالص، شكله اخد دور برد جامد، مأثر على الاحبال الصوتية او على صوته. كده. ورجليه برضو يعني كان عند الدكتور وكان بيعمل علاج طبيعي، والدكتور قال له برضو عايز الراحة لان عنده التهاب في الاوتار. فبنقول له سلامتك يا محمد، والف سلامة عليك. ادعوا له في الكومنتات وقولوا له الف سلامة عليك وربنا يشفيك. طبعا. كانت الخروجة عبارة عن ايه؟ خروجة بسيطة كده ممتعة، بيحاولوا يفرحوا نفسهم بنفسهم. انا مش لازم اروح خروجة واو على رأي تالين واو. وحشتني بقى لهم يومين ما نزلوش فيديوهات، والله هي اللي بتحلي الفيديوهات عندهم. تالين القمر السكر ما شاء الله، ربنا يبارك فيها يا رب. يعني مش لازم اروح ادفع فلوس كتيرة في الخروجة عشان تبقى هي دي الخروجة الجميلة اللي انا صرفت فيها واتمتعت فيها. لا، انا ممكن ابسط نفسي بأقل تكلفة. اهي ديت جنينة كده اهوت بسيطة جميلة. اخدوا معاهم اكلهم الجميل كده، الفطير والجبنة والعسل، حاجات حلوة كده، وراحوا قعدوا في الجنينة وقضوا يومهم وفطروا واتبسطوا في الشمس وفي الهواء وفي الخضرة والوجه الحسن. عارفين كده. وبعد كده لموا فطارهم واخدوا بعضهم بعد ما فطروا وروحوا بيتهم وكملوا يومهم في بيتهم عادي، مع ان عندهم جنينة في البيت اللي هم فيه. بس برضو زي ما محمد بيقول، لا تغير جو، تغير هوا، تغير نفس. فاهمين كده؟ فربنا يسعدهم يا رب. وزي ما قلت لكم بأقل التكلفة تقدروا تبسطوا نفسكم. مش لازم تبقى الفسحة مصروف عليها كتير قوي علشان خاطر نعرف نتبسط بالفسحة. بأقل التكلفة نبسط نفسينا. نخش بقى على مين؟ على الهدايا اللي يحيى وزياد جايبينها للحاجة سعدية، وبيقولوا ان هي من ام سما، بنتها اللي هي في القاهرة بعتها لها هدية. عارفين يعني والله بيقعدوا يلفوا ويدوروا كده، يعني الحكاية مش راكبة خالص كده على بعضيها. يحيى يقول انا لما كنت في مصر جبتها معايا. طب احنا ما شفناش يحيى سافر خالص الايام دي في مصر. اما الايام من قبل ما محمد يسافر دهب وانت كنت هناك وجبت الهديه ديت معاك، يعني بقى لها بتاع قول اسبوعين هي معاك في العربيه، ما حطيتهاش للحاجه سعديه لسه فكره تديها لها دلوقتي؟ تاني حاجه زياد دخل يقول ده جايلك اصلك، ده جايلك طرد، جايلك طرد، جايلك شحن، جايلك مشحون. تحس ان هما ما تفهميش مين فيهم الكذاب ومين فيهم الصادق. فيا جماعه والله يعني احنا كنا حابين فيديوهاتكم ومش عايزين اللي انت يعني تلفوا وتدوروا كده على المتابع. يعني المتابع مش عبيط، لا فاهم هو بيعمل ايه وبيسمع ايه وايه الكلام الصح وايه الكلام اللي مش صح. تعالوا بقى نشوفوا ايه، يعني ما علينا بقى مين اللي جايب ايه الهديه. تعالوا بقى نخش نشوفوا جوه الكرتونه، اللي زي ما يكونوا ام سما بتشاور الحاجه سعديه. والله بكلمكم بجد، زي ما كنت بتشاورها من اول وجديد. هما ليه بيحبوا يجيبوا الهدايا؟ يعني انت تجيبها وانت تجيبها وانت تجيبها، يبقى عندها من كل نوع 3 4 انواع. الكبه محمد حسن جابها لها برضو قبل كده هو ويحيى. المره دي ام سما جابتها لها، يعني كان هي عندها كبه قبل كده وهي ما شاء الله عليها الحاجه مش هتستعملهم وهتركنهم. طقم حلل، طقم صواني، خلاط، هاند بلندر، مش كان جايلها الحاجات دي قبل كده؟ يعني هو انت يعني مثلا اللي جايب الهديه دوت، انتوا اي فيديو بقى تعملوا كده وخلاص. اساسا الاجهزه دي كلها وطقم التوزيع اللي هو طقم المعالق دوت اللي هو السيليكون جايبينه عشان خاطر الحاجه. يعني معلش ده في عز ما كانت الحاجه بتطبخ وبتخش المطبخ تعمل لكم المحمر والمشمر،
ما كانتش عندها الحاجات الادوات المنزليه ديت او حاجات المطبخ دي. ما كانش عندها الحلل دي، ما كانش عندها المعالق دي، ما كانش عندها الهاند بلندر، ما كانش عندها الكبه، ما كانش عندها الحاجات دي. جايين تجيبوا للحاجه مطبخ وتجهزوها في الحاجات دي كلها، وهي يعني ما شاء الله ما بقتش تخش دلوقتي المطبخ زي الاول، بقى معظم اكلكم جاهز. يا الحاجه مسافره عند محمد في مصر وبتوضب في الشقه بتاعتها ومش عارفه ايه والكلام ده كله. يعني ما بطلت تخش المطبخ انتوا اهتميتوا قوي بأدوات المطبخ. فعارفين تحسوا يعني هو احنا عايزين نعمل فيديو، فيلا نلم حبة حاجات كده في الكرتونة ونقول ام اسامة هي ايه اللي بعتهم. طب ام اسامة بعتهم في الوقت دوت ليه؟ مش مناسبة ولا عيد ام، ده في عز عيد الام ما قالولناش مثلا ام اسامة جابت لها هدية؟ يعني هي جايباها لها بعد مثلا عيد الام ما خلص. فليه ليه يا جماعه اللي احنا يعني نقولوا حاجات مش حقيقيه عشان نعملوا فيديو وخلاص؟ يعني بجد احنا بنوجه لهم رساله ما يفقدوش مصداقيتهم عند المتابعين. المتابعين بتحبهم، والمتابع دلوقتي بقى ذكي وفهم كل حاجة. فبلاش بلاش النوعية ديت من الفيديوهات عشان بجد المتابعين يعني ما يزعلوش منكم. يعني كفاية حوار برضو الذهب اللي يحيى طلع قال اللي هو جايب لها ذهب وثلاث غوايش ومش عارفة ايه، وهو برضو معلش كان ذهب بصيني او استانلس او كده. الحاجة لبسته شوية كده لما كانت عند محمد في المطبخ شفناه في ايديها، بعد كده الحاجة قلعته. طب الحاجة مش من عادتها ان هي تقلع الذهب؟ احنا ما شاء الله اللهم بارك كنا بنشوفوها يعني بكامل اناقتها وشياكتها. والاسوره اللي كان حمدي جايبها لها ديت اللي هي عامله شبه الشوكه، كان حمدي جايبها لها كانت بتلبسها، والغوايش بتاعتها بتلبسها، والخواتم كنا شايفينها نايمه قايمه بالذهب داخله المطبخ برضو بالذهب. فاهمين؟ فبلاش. تاني حاجه بصوا الازدالات، يعني عشان تبرر بقى الحاجة سعدية الإسدالات طبعا فاتحة قوي. يعني ما تمشيش مع الحاجة سعدية، خصوصا دلوقتي بقى مع سنها كبيرة ومع كمان وفاة الحاج جابر. فمش هتلبس بقى يعني خلاص، متهيألي ألوان خلاص يعني. أنا بقول كده من وجهة نظري إن هي خلاص يعني هتفضل على طول بالأسود، هتفضل لابسة الأسود كده على طول. يعني لو لونت ممكن تلون طرحة، تلون حاجة زي ما انتم شايفين كده في العبية أو في الإسدال اللي هي لابساه خط كده، بس مش هتلبس الألوان اللي هي الملعلعة دي بتاعت الإسدالات. فالحاجة بقى بتبرر يعني الألوان ديت. فبتقول أصل أم أسامة عمالة تزن عليا وبتقولي لوني يما، لوني ما تفضليش لابسة أسود كده على طول، خلاص بقى لوني. فمش عارفين بصراحة يعني الحاجة هتسمع فعلا كلام ام سما وهتلون وهتغير هدومها ولا ايه؟ بس يعني ده دلوقتي بقى الاسود حتى طلع موضة، ده البنات الصغيرة دلوقتي بقت بتلبس اسود عشان طلع موضة وشيك وجميل. فهتيجي الحاجة بقى هتلون وهتلبس كده الالوان دي. مش عارفين بصراحة. كمان الحاجات اللي هي بتقولوا جات لهم في الكرتونة ديت واللي هي بنتها بعتها لهم، يعني هتبعتي لامك الحاجات ديت ليه؟ ما لسه اخوكي كان عامل فيديو وجايب الحاجات ديت للحاجة سعدية. انت الحاجات ديت لو انت كنت مثلا جايباها هاتيها لنفسك او هاتيها لبناتك، ما شاء الله ده معاها بنتها الكبيرة يعني تتشاور خلاص يتشلها حاجات يعني سنة والتانية وهيقولوا لك مثلا فرح بنت ام سما او خطوبة بنت ام سما، فاهمين؟ يعني اللي هي بنتها الكبيرة خلاص تبدأ تشورها. فبجد كان فيديو يعني فيديو ملهوش بجد اي لازمة. اهو فيديو يلا نعملوه كرتونة جبناها، الحاجات دي كلها اساسا من عند محمود. يعني هو محمود هو اللي عنده الحاجات دي كده كلها. فتحسي ان هم من الوقت للتاني كده يروحوا يشتروا حاجات من محمود ويحطوها في كرتونة ويعملوا بقى يلا يا حاج هنعمل فيديو واحنا جايبين لك مفاجأة. ويبقوا طبعا مرسيين الحاجة على الدور وانت هتقولي ايه ومش هتقولي ايه والكلام ده كله. والله يا جماعة احنا مش بنهاجموهم، بالعكس احنا بنحبهم. معنى كده اللي احنا متابعينهم وبنحبهم يعني هما محبوبين. ليهم قبول عند الناس. فاحنا بقى مش عايزينهم. يعني دلوقتي بقت فيديوهاتهم بتتراجع بتنزل غير بداياتهم وغير الاول وغير الفيديوهات التحديات الجامده اللي كانوا بيعملوها وفيديوهاتهم فعلا القويه. يعني الناس حبتهم بالفيديوهات دي. فما يجوا بقى كل مره كده هوت يعني يتدحضر بيهم الحال زي ما بيقولوا ويعملوا فيديوهات اقل من المستوى اللي كان المتابع متعود عليه، فاحنا بنزعل عشانهم. عشان كده احنا بنطلع نكلمهم ننصحهم. يعني مش بننتقد ولا الكلام ده كله، لا يعني احنا بنحلل بس كده مع بعضينا الفيديو. فاهمين؟
دوت مش نقد خالص، بالعكس احنا بننصحهم وخايفين عليهم وبنحبهم. وبالذات كمان يحيى، يعني يحيى احنا اتصدمنا برضو فيه اللي لقيناه كده. يعني ايه، ماشي بقى مع الموجة زي ما بيقولوا، فاهمين؟ لا احنا كنا بنصدق يحيى وبنثق في يحيى اكتر من كده. وحاسين ان يحيى لا، يعني فيديوهاته بتبقى الفيديوهات اللي هي ايه، اللي الصح الجامدة اللي ما بيكذبش فيها، اللي بيقول فيها الحقيقة، فاهمين كده؟ بعدين برضو كمان بحس ان يحيى ساعات بيزودها قوي مع زياد، بحس لو بيرخم عليه. يعني زياد شايل الكرتونه قد كده هوت، انت طب ما شلتهاش ليه يا يحيى؟ وعمال بقى يتكلم يتكلم يتكلم، فاهمين انتوا ازاي؟ وما زياد نزل الكرتونه في الارض قال له خلاص ظهري وجعني، راح جاي مقصر في الكلام وقال له لا خلاص بس انا كنت برخم عليك عشان تفضل شايل الكرتونه. مش حلوة برضو، يعني فاهمين؟ لا لازم برضو كده نراعي اللي قدام مننا، انت خالهم وكل حاجة، بس برضو لازم يعني تراعي اللي برضو زياد بقى شاب وبقى كبير. فبلاش برضو حتة اللي ايه، اللي احنا نتقل كده هوت في الهزار مع يحيى. طبعا يا جماعة يوسف هو اللي كان ورا الكاميرا وبيصورهم، بس هو ما بيظهرش خالص بقى بصوته، عشان زي ما احنا طلبنا قلنا خلي بقى يوسف يختفي ويقعد يذاكر والكلام ده كله، عشان كده هما مخلين يوسف بقى مختفي عشان يقعد يذاكر ومحدش يقعد يكتب لهم اصلك ده ما كانش بيذاكر، ده ما بيذاكرش، ده تالتة اعدادي، ده شهادة، ده الكلام ده كله. ربنا ينجحه يا رب، وينجح أولادنا جميعا وأولادكم يا رب، وتفرحوا بيهم كده في أحسن حال وفي أحسن المناصب والمراكز والشهادات. ربنا يخلي لكم عيالكم وتفرحوا بيهم. وكل حاجة حلوة كده انتوا تتمنوها ربنا يحققها لكم إن شاء الله، وتدعوا لي كده دعوة حلوة. ربنا يفرح قلبي يا رب، ولكم بالمثل إن شاء الله، وتكتبوا لي كومنت حلو كده قمر سكر عسل زيكم، عشان بجد ما اقولكوش ببقى فرحانة قد ايه اما بتكتبوا لي كومنت جميل، بجد بجد. وبشكر كل حبايب قلبي اللي بيدخلوا بيكتبوا لي كومنت حلو وبيشجعوني ان انا فعلا اكمل بكومنتاتهم وكلامهم الجميل. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش طبعا تدعموا اختكم كده بالاشتراك في القناه، وتحطش اللايك الجميله بتاعتك انت وهي، يا قمر يا عسل يا سكر، وهتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه. سلام.